السلام عليكم وعيالكم موضوع جديد اليوم على الاسباب اللي ما تخليناش ندخروا. كاين 5 اسباب ندخلوا ديريكت في الموضوع. السبب الاول، تبقى نقارعوا واش يبقى لنا في تالي الشهر وندخروا، نقولوا غير هادي نصرف غير على واش نحتاج، غير الاولويات، غير ضروريات. كي في التالي تاع الشهر الدراهم اللي يقعدوا لي ندخرهم. يا اختي ما غادي يقعد لك والو في تالي الشهر. انا كون يعطوني دار معمره دراهم ويقولوا لي صرفي شي غادي الاولويات تالي الشهر دسي، ما غاديش يقعد لي من التالي. زعما ما نكذبوش على رواحنا، باسكو المال الا خليناه قدامنا دائما غادي نلقاو حاجه نصرفوه عليها. دائما غير حاجه للدار، حاجه للولاد، حاجه صغيره خرجه واجبه. في التالي اصلا الشهر يكمل وانا اصلا ما بديتش الادخار. السبب الثاني، نقعدو نشوفو في الدراهم غير صغار نحتقروهم كانهم ما يسواوش. نقولوا غير 50 ميل 50 ميل ما دير والو، 200 ميل ما دير والو في وقتنا. تشريها 2 كيلو سكر، زوج قهوه وانتي كملتي معاها. بصح المبالغ الصغيره كي تتجمع تولي مبلغ محترم. الادخار اللي نعلموا عقلنا ونتعلموا حنا باللي ما يبداش مبلغ كبير، يبدا بعاده صغيره متكرره. السبب الثالث، نربطوا الادخار بالحرمان. تقولي لها داخري، قلتي لها ما تنفسيش وما تشربيش وما تخرجيش وما تمشيش وما تستمتعيش. لا، الادخار ماشي معناه انك تحرمي روحك. الادخار معناه انك تعطي لكل دينار الوظيفه تاعه. جزء الحاجات الضروريه، جزء الحياه اليوميه، جزء للمستقبل. بصح الا شفتي الادخار كعقوبه باينه غادي تكرهيه. الادخار اللي نشوفوه كطريقه تعطينا امان في المستقبل. الحاجه تعطينا حاجه تعطينا الامان في ذاك المستقبل، غادي نولو نبغوه بلا ما نعباو، بلا ما نحسو. السبب الرابع هو كل ما تجمعي مبلغ تلقاي سبب باش تصرفيه، وهذه تصرانا بزاف. نبدو نليمو في دراهمنا ودي على دي ومنا ومنا، من بعد غير نشوفو شويه دراهم تلامو يخل عمرنا نفرحو بهم. ايوا تكون يدينا ويا كنا قلبنا ونرجفو تحكمنا كلشي تحكمنا. نقول اللي هاد الدراهم نستعملهم في هذه الحاجه ونصرفوه. المشكله ماشي انه صرفناه، لا، هو اصلا ندخرناه باش حاجه تامن مستقبلا. بصح المشكله انه ما عطيتش الادخار تاعي هدف واضح. لخاطرش هذيك الصريف اللي صرفته ما كنتش اصلا مخطره باش نصرفها. غير شفت حاجه شابه وانا عندي شويه دراهم اللي نقدر نصرفهم. لا، المال اللي ما عندهش هدف سهل جدا يتصرف، مع انه صعب جدا يتجمع. نجرب ونقولوا بلي انا هذا المبلغ غادي يكون لهذيك الحاجه، هذا المبلغ غادي يكون للطوارئ. ما تقوليش راني ندخر وخلاص. ايام من بعد غير تشوفي دراهم كتروا عليك شويه، غير شويه ماشي بزاف زعما تيخلعوك وكاع، يقولوا يديك ياكلوا فيك باش تروحي تصرفيهم. لا، اول حاجه نديرو هدف ونحلمو. الحلم ماشي حرام، الحلم حاجه ايجابيه في النفس تاعنا، في علم النفس، باش نحلم وندير مخططات ومشاريع ونبني حاجه شابه، ماهيش حاجه عكسنا ولا ضد الوعي تاعنا. بالعكس كونتخيغ، بالك كي تحلمي ديريها خطه على ورقه وقاعد تتجسد لك في افكارك تسعي ليها، تحاربي على جالها. كي يكون عند المال هدف تولي عندك رغبة أكبر تحافظي عليه، رغبة أكثر تطوري. دائما تسعاي، وربي يشجعنا على السعي. كي ربي راه يشجعنا على السعي، زعما هذه ماشي حاجة غلطة، ربي راه يشجعنا عليها، حاجة غادي دير لنا منفعة وفايدة. السبب الخامس، نقارعوا للوقت المناسب بيجي. يا ربي، وعلى الوقت المناسب اللي جامي غادي يجي يطبطب علينا ويقولنا اني جيت، اني وين حلوا عليا الباب، اي بداو راني صايي راني جيست ابدا يتلمي. كي تقعدي تقولي غادي يزيدوني في في الراتب تاعي نبدا ندس، ولا كي نخلص الدين نبدا ندس، ولا كي تحسن ظروفي نبدا ندس. الحقيقه الوقت المثالي غالبا ما غاديش يجي، بس كل حياة دائما فيها مفاجآت، دائما مصاريف جديدة. وانا كاين اللي تقول لك الصيف لا موش تاع ادخار، الصيف هو اللي نقلش فيه روحي. انا يبان لي بلي الصيف في الماكله صوالح خفاف، ما كانش دراسه، ما كانش لي كور، ما كانش كرايات، ما كانش ستيلويات، ما كانش ركبه، ما كانش منه.
تبان لي انا هو الوقت الامثل للادخار. باش تحرمي روحك من صعيب، بصح فيه يجي فيه الادخار. شباب كاع نكونوا قاعدين في الدار وماناش خارجين وماناش وما عندناش هذوك الالتزامات اللي يكونوا كاع مرافقيننا العام، وهذوك المناسبات اللي يجوا في العام. ما كانش. كاين الصيف، خارجات دخلات، خرجي كولي لا كريم اختي، روحي للبحر نهار، ماناش نقولوا ما تخرجيش، ماشي شرط تخسري 10 ملايين باش تستمتعي، لا. اللي قارع، شوفي، الادخار نتعلموه بالقليل. باسكو اللي قارع كي يتحسن دخله وما تكونش عندها اصلا عادة الادخار، غادي ما يكون عندك فائض في الدراهم وتقارعي عوام باش يجيك هذاك الفائض، بصح نهار اللي يجي ما غاديش تداخري. على هذا ما تسقسيش روحك شحال نقدر نداخر. سقسي روحك ولا المبلغ اللي نقد نحافظ عليه ما نكون صغير وانا مداخراته. باسكو انا في البدايه تاعي يا ما صرات لي كنت ندس حايل مليون في الشهر، ومين يجي تالي تاع الشهر سموني نجبده. اختي سموني نجبده، عمري في حياتي ما كنت نحافظ على دراهمي متسوسين. بصح الانسان بالتجارب يزيد الوعي. دروك الحمد لله، نقدر نقول الحمد لله، على الاقل الا ما حافظتش عليه كامل نحافظ على شويه منه. المهم ماشي وين الوقت المناسب، المهم انه نبدا. الهدف في البدايه ماشي ثروه، ماشي غادي نولي مليارديره، ماشي غادي نولي وخرو من الطريق راني جايه. بصح الهدف نتعلم ونثبتوا العاده. انا والله راني نهضر غير على العاده، بالك شتوني نهضر غير على العاده. تثبيت العاده وزياده الوعي هو اللي يخليك تسقسي روحك قبل ما تصرفي، قبل ما يدخلي يدك لجيبك، قبل ما تاكلك يدك. باسكو مع الوقت المبلغ يكبر، الثقه تكبر معاه. وكما قلت لك لو كان نجي نقول لك ارواحي راكي معروضه الفطور خالص، تقولي نعطيهم لي دراهم ندسهم. في التالي تفكري اختي بلي الادخار ماشي دليل على انك غنيه، ماشي لازم يكون عندك دخل كبير باش تدخري، ماشي تقولي لروحك انا اليوم نقدر نحتاج هذا المال، اي صاي ما غاديش ندخر. فهمي عقلك بلي انا نحتاجه سيفري، بصح معليش الا خبونا شويه ودسيناها للمستقبل، قلعنا منها غير شويه ودسيناها للمستقبل. هذه وحدها تقدر تبدل علاقتنا كامل مع المال. وإلا كنتي من الاشخاص اللي يقول لك الشهر الجاي غادي نبدا ندخر، الشهر الجاي غادي يكون مختلف، انا نقول لك بداي بمبلغ صغير جدا، حافظي على العاده، ثبتيها. المهم بداي باش عندك في الاخير. شكرا، نتمنى تكونوا استفدتوا مني ولو شويه. مع السلامه، الى اللقاء، موضوع جديد ان شاء الله.